رشيده ايام الجمال في عمرها 25 سنه، النهار اللي بغات تتزوج تلاقات بالزوج ديالها المتوفي. رشيده مزوجه في الدار البيضاء وعندها جوج ولاد مع الزوج ديالها، والزوج ديالها ساكن مع الام نتاعو وخوته. واحد الفتره اختفى من غير ما يقول رشيده والو، والام نتاع الزوج نتاعها قالت لرشيده الزوج ديالك هاجر الى اوروبا بطريقه غير قانونيه. بعد الاسبوع الام نتاع الزوج ديال رشيده دارت العزات وكتبكي وكتنوح نهار كامل. قالت لرشيده الزوج ديالك ضل الله الامانه نتاعو في البحر. رشيده بقات مع الام نتاع الزوج ديالها لمده سنه. واحد النهار قالت لها الام نتاع الزوج ديال رشيده احنا غنبيعوا الدار، وناضوا خوت الزوج ديالها جراو عليها خرجات للزنقه. مشات كتبيع الكلينكس في الدار البيضاء. واحد النهار كتلقى مع واحد ولد الناس بقات فيه عندها جوج ولاد، قال لها غنتزوج بك وغنعتقوا هاد البنات من الشارع وانت غترتاحي. رشيده كتجمع في الوثائق باش تمشي تزوج، مع العلم انها خرجات من بيت نتاع الزوج ديالها ما خداتش الحاله المدنيه نتاع بناتها. رجعت للدار ديال الزوج ديالها اللي متوفي، كتدق الباب، الزوج ديالها كيحل ليها الباب. رشيده طاحت في الارض اغمي عليها بما رات وشاهدت، جاتها صدمه. رشيده هزوها للمستشفى، برات رشيده جابوها للدار نتاع الزوج ديالها الاول، مع العلم انها طلقت منه. اعترفت لها عدوسه قالت لها ولدي ما مات ما والو، كنا بغينا نتخلصوا منك بهذه الطريقه هذه. لماذا يفعل الانسان في اخوه الانسان هذه الخصائل في عصرنا هذا؟